السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا متابعين، يلا بينا يا مواليد برج العذراء يا غاليين على قلبي لقراءة قصيرة عبارة عن رسائل وتوقعات، وده بناء على رغباتكم. وشوفوا إذا الفكرة عجبتكم بعد ما تشوفوا الفيديو وعايزيني أكرره تاني، أنا ممكن أكرره حتى لو كل يوم إذا طلبتوه مني في الكومنتات، ده إذا عجبتكم الفكرة. الرسائل بتكون او الفيديو بيكون عبارة عن رسائل توقعات، وبننهي برسالة من الشخص اللي في بالك او بنعرف عنه اي حاجة من خلال رسائل الرومانس. يلا بينا نشوف رسائلك انت الاول ايه مولود برج العذراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. مولود برج العذراء، طريق طويل مشيت فيه بس تعبت، حسيت ان الطريق ده اخد منك عمرك، خد منك وقتك، خد منك مجهود، حسيت ان انت تعبت جدا في الطريق دوت وفقدت الاتجاه. بعد ما كنت محدد انت عايز ايه وعارف انت رايح فين وايه اللي المفروض تحصل عليه، انت فقدت كل حاجة بسبب التشتت اللي انت اتعرضت ليه بسبب الطريق ده، او اللي كانوا معاك في الطريق ده، او اللي وضعوك في الطريق، او الرحلة دي او العلاقة دي. طبعا انت بتعرف القراءة مقصود بيها ايه. ولكن مولود برج العذراء في الوقت الحالي انت محدد هدفك وعارف انت عايز ايه بالظبط، وما عندكش استعداد ابدا انك تحت اي ظروف انك تتخلى عن تحقيق الامر اللي انت بتفكر فيه، وشايف ان هو ده بالنسبة لك النجاة. عايز تبقى مبسوط، عايز تبقى راضي، عايز تكون سعيد، وانت كل طموحك انك تلاقي حد زيك او حد شبهك او حد يعاملك بطريقتك وما يكونش بيتلون، بيتبدل، بيتغير، بيعتمد عليك في امور كتير في حياتك وبيحملك مسؤولية او بيحملك عبء اكبر من حدود طاقتك. فانا شايفة ان كل ده بالفعل هيحصل، كل ده هيحصل لان شايفة ان في رسائل جايالك، في اخبار او في عروض او في مناقشات تخص مستقبلك. ومن خلال العروض دي او الرسائل دي او المناقشات والحوارات اللي هتتم، انت بالفعل هتقدر تأسس شيء لنفسك ويكون مداه ممتد معاك يا مولود برج العذراء. يعني اما في علاقة جديدة داخل حياتك وهتكون هي الأفضل والأنسب ليك وهتكمل حياتك في العلاقة دي، أو لو الأمر يخص عمل فأنا شايفة أن أنت في إضافة لعملك هتكون أفضل بكتير من الفترات السابقة. يعني بالمختصر المفيد ان انت من خلال تغيرات بسيطة هتحصل في حياتك هتقدر تحقق في وقت قصير وبمجهود اقل اللي انت ما قدرتش تحققه قبل كده مع مجهود كبير ووقت طويل. وده كأنه يعني عوض من ربنا ليك على صبرك على امور ما كانش يقدر حد يتحملها غير مولود برج العذراء. مولود برج العذراء انا شايفة ان في اشخاص مركزة معاك وغالبا هي امرأة، فخلي بالك قوي، تكتم على أخبارك، بلاش تشارك حياتك مع الجميع، افرح في صمت، انجح في صمت، حقق ذاتك في صمت، خد قراراتك وانت ساكت خالص. ليه؟ لأن أنا شايفة أن عليك طاقة مراقبة من أشخاص من نفس جنسك، وغالبا يعني انت اللي بتسمعني لو امرأة فاللي مراقباكي واحدة ست، ولو انت رجل فاللي مراقبك رجل وغالبا هو من نفس مجالك او حد انت قدرت تتفوق عليه، فحابب انه يسمع عنك شيء مؤذي، ولكن صدقني مش هيحصل. اما لو انت امرأة فانا شايفة فيه غيرة، حقد، اشخاص بتسعى انهم يعرفوا عنك كل حاجة في حين ان ما بيقولوش عن نفسهم اي شيء، وكأن الهدف العطلة ليكي، الهدف خسارة ليكي، الهدف انك ما تكونيش افضل منهم. وده لان دايما بيقارنوا بين حالهم وحالك، بينهم وبينك، بين شكلك وشكلهم، بين وضعك ووضعهم. فالمقارنة دي احيانا بتكون اصعب من الحسد.
فاستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، سواء اللي بيسمعني رجل أو امرأة. ليه؟ لتجنب أي شيء ممكن يصدر من الأشخاص اللي بتراقبكم دي، واللي بتتمنى ليكم خسارة أو تتمنى ليكم أي أذى. بلاش تقعد يا مولود برج العذراء توقف نفسك قدام المراية وكأنك حاكم قاسي على نفسك، لأن دوت في المستقبل نتيجته مش حلوة. سامح نفسك، سامح اللي حواليك حتى وإن كانوا أخطأوا في حقك. سماحك ليهم مش معنى أبدا إنك تفتح لهم بابك تاني، لا، تسامح بمعنى إنك تنسى وتترك، حتى وإن كنت منتظر عقاب فاترك الأمر ده لصاحب العقاب، مش انت خالص. مهما كان البني آدم يقدر ياخد حقه ويقدر يعاقب إنسان زيه على شيء، فإحنا قدراتنا محدودة. فأنا عايزاك، لأن أنا عارفة إنك اتألمت كتير وتوجعت كتير وجواك ألف وآه يا مولود برج العذراء، فأترك العقاب لمن لا حدود لقدرته، لله عز وجل، وكمل في طريقك وكمل في رحلتك، وما تسمحش لحد يوقفك ولا يعطلك ولا حد يعرف عنك تفاصيل عن حياتك. ما تسمحش لأي حد يتدخل في حياتك لمجرد إنه يأذيك. خلي بالك من كلامي قوي، وفلتر الناس اللي في محيطك، وبلاش يبقى قلبك أبيض قوي. قلبك الأبيض ده والطيبة المبالغ فيها أو افتراض حسن النية والعطاء اللامحدود وإنك تكون يعني شخص جدع، لو مش في محلها بتضرك قوي، فبتبدأ تلوم على نفسك وتعتب على نفسك وجلد ذات وما تنامش الليل، ومنكم اللي بيبكي، منكم اللي مش قادر يعني يكمل. هتكمل لأن انت قدها، هتكمل لأن اللي جاي لو انت مش قده ما كانش هيبقى كده. أنا لا أعلم الغيب، ولكن هي يعني توقعات وإحساس. انت اللي جاي لك حاجة كبيرة قوي ما يقدرش عليه غير شخص قوي، ويقدر يتخطى ويقدر بكل ما فيه يركز جدا على نفسه وعلى حياته لمجرد ان ياخدها لوضع افضل. وبالفعل هتقدر تاخد حياتك لوضع افضل يا مولود برج العذراء. وتعالى ناخد رسالة من الشخص اللي انت بتفكر فيه وحطه في بالك، نشوف يا ترى هل انت مركز مع شخص فهتظهر طاقته، ولا في شخص مركز معاك اكتر فهو طاقته اللي هتظهر معانا. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. العاطفة لمولود برج العذراء. ايه ده؟ جاي لكم زواج او عودة بعد انفصال، ولكن جاي لكم ارتباط بشخص، اما شخص من الماضي وعرف قيمتك لما انت عليت استحقاقك جدا وركزت على حياتك وتجاهلت الشخص ده للدرجة اللي انت اعتبرته مش موجود، فحس بقيمتك وقتها وعرف ان انت فقت وركزت، وإذا ما كانش يقدر يكون ليك زي ما انت عايز مش هيكون في حياتك. في شخص بيحاول يغير من نفسه ويبدل من أوضاعه لمجرد انه يكون معاك، وفي طاقة شخص جديد بيراقبك وبيتابعك ومعجب بيك، بل بالعكس مبهور بيك وبأدائك يا مولود برج العذراء. ففي عرض جديد من شخص جديد وفي عودة من شخص قديم، والقرار في الأول وفي الآخر ليك انت يا مولود برج العذراء. وبكده تكون قراءتكم تمام. اتمنى يا رب انها تكون مرضيه ليكم. اذا عجبتكم القراءه اطلبوا مني في الكومنتات ان احنا نعمل قراءات قصيره تاني، توقعات ورسائل. سلام.